البنات بونجور لي في هاي جايز، رجعت لكم فيديو جديد، ولكن هذه المره ماشي تحليه. هذه المره عباره عن طبق رئيسي اللي هو كيتكون من الدنجال، البطاطا، كراطان ديال الدنجال والبطاطا والكفته. بقاو معايا نوريكم المقادير. اذا غناخذ انا استعملت جوج من هذا المول اللي شفتو قدامكم، استعملت جوج ديال الدنجالات كبار وجوج بطاطات كبار. الدنجال نقطعوه بهذه الطريقه دوائر، يكونوا رقاق بزاف وما يكونوش غلاظ. بغيتو تقليوهم في الزيت تبارك الله، ما بغيتوش غديروا الطريقه اللي درت انا، دهنتهم بشويه ديال الزبيته ودخلتهم للفران، يعني يتحمروا من الفوق ومن التحت. الا عندكم الفران كيشعل غير من الفوق اولا من التحت غديروهم، ومن بعد غادي تهبطوهم من التحت على حسب الفرن ديالكم. هنا البطاطا كذلك قطعناها دوائر ما رقيقه ما غليظه، وغادي ندهنوها حتى هي بالزويته وندخلوها الفران وتقدروا تقليوها في الزيت كما قلت لكم. انا تجنبت ان يكون القلي حيت غادي بغيت وليداتي هما اللي ياكلوها. هنا بالنسبه للصلصه غنحتاجو جوج بصلات صغار اولا بصله متوسطه، غادي نحكوها اولا نطحنوها ونديروا عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، وغنخليوها تطلق شويه ترخى، وغادي نضيفوا ليها الكفته على حساب المتوفر. تقدروا ديروا دان، تقدروا ديروا كفته. انا هنا استعملت الكفته تقريبا 150 غرام، ماشي بزاف. اللي درت ديال الكفته تقدروا ديروا 200 غرام، تقدروا ديروا قل على حسب المتوفر. اذا هنايا غادي نديوها ونجيبوها في العافيه حتى تطلق شويه ترخى، ومن بعد غادي نضيفوا لها الكفته والقامه. اذا هنا كما كتشوفوا معايا انا ضفت الكفته، من بعد ما طلقت شويه ضفت الكفته، وغادي نحاول ندخل ديك البصيله في الكفته ونفرتت الكفته مزيان، وعاد باش غادي نضيف عليها القامه انايا هنا اولا التوابل. استعملت التحميره معلقه صغيره ديال السكينجبير، ربع معلقه ديال البصار، واستعملت كذلك الثومه المجففه. تقدروا نتوما ديروا جوج ريوصه ديال الثومه مع البصله في الاول، انا درت الثوم المجفف هنا معلقه تقريبا صغيره. وغادي نضيفوا كذلك الكركم حتى هو درت فيه معلقه صغيره. ومن بعد كما كتشوفوا فيها هادو هما التوابل. عندكم القزبره والمعدنوس غديروهم طريين، ما عندكمش تقدروا ديروا الضويمه ديال القزبره والمعدنوس. وكذلك الا بغيتوا ما عندكمش الكركم تقدروا تستعملوا الضويمه ديال الزعفران. اذا هنا غادي نخلطوا الكل بشكل جيد، وغادي نخليوها تطيب الكفته ديالنا. ومن بعد اون فوا كطيب لينا كنضيفوا عليها ملعقه ديال الطماطم المركزه باش تعطينا ديك الصلصه ديال باش نقدروا باش ما يجيناش الكراطان ناشف. اذا هنايا كنضيفوا معلقه ديال الطماطم المركزه مع شويه ديال الماء، غير الماء فين طيب لنا هذيك الطماطم اولا الصلصه. لما كيما كتشوفوا معايا كنبقى نقلب فيها. هنا بقاو لي دازوا لي في الحكان بعض القطع ديال البصل صاينه، معليش انا كتعجبني، ملي ما عجبتكمش تقدروا تحيدوها. اذا هنايا الزيت راه الكفته تلقات الزيت، انا ما درتش بزاف ديال الزيت، درت غير شويه على حسب كما قلت لكم. ما نفضل الكراطان ما يكونش فيه بزاف ديال اليدان. اذا هنا البنات ضفت غادي نضيف الملعقه كما كتشوفوا هنا، ضفت الملعقه ديال الطماطم مع شويه ديال الماء ودرتهم باش طيب مزيان هذيك الملعقه ديال الطماطم المركزه. تقدروا ديروا الطماطم اللي هي طريه ماشي المركزه، يعني ديروا مطيشه وحده اولا جوج، تحكوهم وتضيفوهم وتخليهم حتى يطيبوا مع الكفته. عاد نغطي عليها طيب شويه ومن بعد غادي نطفي عليها. هنا كما كتشوفوا التصوير كنعتذر عن التصوير مش هاديه مع هنايا السبوره اللي كتشري ليا التليفون تهرست ليا، يلاه غنشري وحده لو طون تهرست ليا وانا كنصور كنعاود بالفلا. هنا البنات انا سرحت الصلصه هي الاولى، درت فوق منها البطاطا شي كي كطيب في الفران بهذا الشكل هذا، بحال قليتوها في الزيت بحال غير هنا كتكون قل دسم من انكم تقليوها في الزيت. درت طبقه ديال البطاطا، طبقه ديال الدنجال حتى هوايا، ومن بعد ضفت عاوتاني طبقه اخرى ديال الصلصه ديال الكفته، ومن بعد عاوتاني كنضيف طبقه اخرى ديال البطاطا. وعاوتاني وهذه ماشي زعما كاينه ما تقدروا ما تعتمدوش على الطريقه اللي درت انا، تقدروا تسبقوا الدنجال وعاد البطاطا، يعني نتوما احرار، نتوما الذوق ديالكم. هنا انا ضفت
هنا البنات انا ضفت صلصه البيشاميل، راه عندي في القناه ديالي اللي بغى يمشي يشوفها. سينو بغيت نقول لكم راني استعملت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، 3 معالق ديال النشا ونص طرة الحليب، وخلطتهم في الباتور على البارد، ومن بعد باش ما تكورش ليكم وداكشي، ومن بعد درتهم على النار حتى عقادت، ودرت فيها شويه ديال البصل وشويه ديال الملحه. وهذيك هي صلصه البيشاميل. هنا عندنا الفرماج احمر، تقدروا ديروه ما بين كل طبقه وطبقه، تقدروا ديروه حتى للفوق كما درت انا. هنا غندخلوه على الفرن اللي مسخن على 180 درجه، وعلى الفوق والتحت نخليوها طيب من الفوق والتحت. الا عندكم شفران كيطيب فوق والتحت طيبوها شويه من التحت حتى تطلع مع السخونيه وتتبقبق، عاد باش تطلعها الفوق باش تكراتينا وتحمر من الفوق. اذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم. الا كانوا وليداتكم ما كياكلوش الدنجان، هذه هي الطريقه باش يوليو ياكلوه، كتجي رائعه وبنينه ولذيذه، وكنتمنى تجربوها. الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فيها، ولا كنتو مشتركين ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو. كنبغيكم بزاف، الى اللقاء في فيديو قادم.